بعد مباراة بوركينا فاسو لا بديل عن حكيم زياش في خط هجوم المنتخب المغربي. مع غياب النجم المغربي حكيم زياش عن المباراة الودية للمنتخب أمام نظيره البوركينابي ظهرت نقط ضعف كبيرة في خط هجوم الأسود، وغابت بنسبة كبيرة الفاعلية أمام مرمى الخصم. وتبين جليا أن حكيم حتى في أسوأ حالاته يصنع الخطورة أمام مرمى الخصم، ويعطي الهجوم المغربي الكثافة والتوهج اللازمين لخلخلة دفاع الخصوم وبالتالي تسجيل الأهداف. كون زياش أفضل هداف حاليا في صفوف المنتخب المغربي ب20 هدفا في 54 مباراة لم يكن محض الصدفة، بل لما يتمتع به النجم المغربي من صفات تجعله في مصاف اللاعبين الكبار، وخصوصا تسديداته اليسارية التي تتسم دائما بالخطورة والدقة وتزعزع أي حارس مرمى كيفما كان مستواه، دون نسيان تمريراته السحرية لزملائه وإخراجهم في وضعيات سانحة للتسجيل أمام المرمى. هذه الأمور غابت عن المباراة أمام بوركينا فاسو، حيث كانت هناك بعد محاولات التسديد من بعيد من عديد اللاعبين من بينهم نصيري أملاح والصباري، لكن افتقدت للتركيز والخطور على مرمى الخصم. اكتشاف نصير مزراوي في مركز جديد وتألق نجم البايرن كعادته. قرر وليد الركراكي وضع مزراوي في الوسط الدفاعي رغم لاعبه بدرجة أولى كمدافع أيمن أو مدافع أيسر لسد الخصاص، ويعتبر مركز وسط الميدان الدفاعي غير غريب على مزراوي، والذي شغله سابقا رفقة فريق أياكس، لذلك لم يجد صعوبة في التأقلم، وكان خير خلف للمحارب سفيان مرابط الذي غيبته الإصابة. واستطاع المزراوي خلال المباراة استرجاع كرات عديدة وقام بمجهودات بدنية كبيرة، ومع ما يتمتع به اللاعب مزراوي من تقنيات فنية سهلت عليه كثيرا الخروج بالكرة وبناء العمليات، حيث كان وراء عدة تمريرات حاسمة لزملائه. اتركوا لي رأيكم في التعليقات بشأن غياب حكيم زياش وتأثيره على المنتخب المغربي، وأيضا بشأن مستوى اللاعب نصير مزراوي وخصوصا في المركز الجديد كبديل لسفيان أمرابط. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.